زي المحترفين. زي ما شفنا في المره اللي فاتت بادي علمناه ازاي نمشي او اتعلمنا ازاي نمشي كلبنا، لان دي بتفرق ان انا اكون اتعلمت او انا علمت كلبي. اي حد من المدربين المحترفين اللي هم زمايلي بيعلم الكلب بتاعه، لكن اصعب ان صاحب الكلب يعلم الكلب بتاعه. ده هي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها، نخليك تبقى ازاي فنياتك عاليه. وطبعا ده مش هتقدر تستغنى عن المدرب، مش معنى انك انت ضربت كلبك يبقى مش هتعرف تستغنى عن المدرب، لا، في حاجات دايما الناس بتلجأ ليها لتدريب ان تستخدم تحتاج المدرب المحترف. وطبعا في ناس بتبقى متعلمه التدريب بس بتجيب لنا كلابها عشان هي ما عندهاش وقت تدرب كلابها، وهي بعد كده بتبقى عارفه ازاي هتتعامل مع كلابها. ودي برضو رساله، لازم يكون انت بتعرف تتعامل مع كلبك، بعد كده توديه المدرسه، وبعد كده هتلاقي نفسك مرتاح وهتبتدي تريح المدرسه كمان، لانك انت عندك الفنيات اللي انت تدرب بيها كلبك. تاني اوردر النهارده عندنا اللي هو الست. طبعا الاوردر دوت برضو هو يعتبر اوردر خدمي مش ترفيهي. يعني مثلا انا عايز اقعد الكلب ان انا هخدم نفسي في حاجه، هتكلم في الموبايل، هتصل بحد، هكلم حد، يبقى اقول للكلب اقعد لغايه ما ايه شوف اللي انا عايزه، ومرتبط باوردر اللي بعديه ان شاء الله اللي هنشوفه في الدرس الثالث. ماشي. المفروض ان الكلب يقعد جنبي كده اهو، دماغه جنب رجليا، برضه دي من الفنيات اللي احنا قعدنا نتكلم عليها. يبقى الكلب جاي زي كده، لكن في ناس بتخلي الكلب يقعد وهو راجع ورا، في ناس بتخلي الكلب يقعد هنا اهوت، ودي اخطاء فنيه، ودي بتفرق في فلسفه الكلب اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. ازاي في فلسفه للكلب، يا اما تطبقها هو يطبقها. طالما انت عارف ازاي تظبط الاوردر بالسنتي زي ما بيقولوا في زمان، يبقى انت عارف ازاي تدرب كلبك. اوكي، هتشوف في فيديوهات ما عرفتش الفنيات ديت يبقى انت بتقلد مش بتدرب. نبتدي. احنا المره اللي فاتت عملنا هيل جود بوي بادي، جود بوي بادي، هيل جود بوي، هيل جود بوي، ايزي 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 ايزي، هيل جود بوي بادي بادي ست. شايفين قاعد جنب رجليا، جود بوي، هيل جود بوي، ست جود بوي. هو هيحاول ياخد الخطوه زياده، لا هقول له لا، برجعه بالخناقه بنفس الطريقه الفنيه ديت. شايفين حركه ايديا هنا، ها جود بوي. هو مش عايز يركز معايا، بديله كوركشن عشان يركز معايا. هيل جود بوي، هيل جود بوي بادي، بس دو جود بوي بادي، هيل جود بوي بادي، ست جود بوي، نايس دو جود بوي بادي. شايف؟ خليك كلبك يركز معاك. طيب نو كل ما يخرج عن التركيز بقول له خليك معايا انا عشان الكلب يبقى نو جود بوي، نو جود بوي بادي، هيل جود بوي، نايس دو نو هيل جود بوي بادي، جود بوي، ايزي ايزي ايزي، جود بوي، هيل جود بوي بادي، ست جود بوي. ها ركز معايا، good boy, look at me, good boy your body, good boy, nice, do good boy buddy, good boy. ده الدرس الثاني من درب كلبك بنفسك زي المحترفين. الاوردر الثاني ست، وزي ما اتفقنا احنا بنقعد 3 ايام ندرب الكلب، وبعد كده بننفذ الاوردر في الحياه اليوميه اللي انا عايشها. ازاي نخلي الكلب يمشي معانا، ازاي نخلي الكلب يقعد معانا، وازاي نخلي الكلب يتدرب على الحركات في بيئه فيها ازعاج وضوضاء وحاجات كتيره قوي تشوش على الكلب عشان الكلب مستواه يعلى. مش هدور على البيئه اللي هاديه او المكان اللي هادي وابتدي الكلب ينفذ لي كل الاوامر بهدوء ونقول الكلب اتدرب، لا، كده الكلب ما اتدربش، كده الكلب حفظ شويه حركات. مستنيين اسئلتكم على اي حاجه في الاوردرين اللي فاتوا، وكان معاكم الكابتن عبد الكريم من مدرسه تدريب الكلاب.